لو ما جربتيش الرز الابيض بالطريقة دي يبقى فايتك كتير. طريقة جديدة وبسيطة مميزة جدا، مش هتنسي حلاوتها. لو اول مرة بتشوفوني انا رنا، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات. ويلا نشوف الرز القمر ده عملناه ازاي. حلة رفعتها على النار، هنزل بمعلقتين كبار من الزيت. بصلة متوسطة الحجم مقطعها قطع صغيرة بالسكينة. هدر البصلة تشويحة يدوب كده تبدأ لونها يتغير. هنزل بقطعة كده من صدور الفراخ متقطعة قطع صغيرة، يعني حوالي 3 معالق من صدور الفراخ. هدي كده لصدور الفراخ تشويحة مع البصل. هنزل بمعلقتين كبار من الصلصة، مكعب مرق، معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة من الفلفل الأسود، معلقة من الملح، نص معلقة كده من التوابل المشكلة، ومعلقة صغيرة مليانة من الكركم. وهبدأ أن أقلب الكلام ده كله على نار تكون متوسطة. شوحت الكلام ده كله مع بعض، وكوبايتين بقى من الرز العادي اللي موجود في كل البيوت. غسلتهم كويس وصفيتهم من المية. الرز ده يا بنات مش بيتنقع، ده الرز العادي، مش رز بسمتي. الرز البسمتي هو اللي بيتنقع، لكن الرز العادي اللي موجود عندنا في كل البيوت مش بيتنقع ابدا. بنغسله وبنصفيه وبنستخدمه على طول. هنزل بالمية حسب بقى نوع الرز اللي عندك. انا الرز اللي ده يعني المية بتكون فوق مستوى الرز بالظبط، تمام كده. يا دوب اختبره كده بالمعلقة حوالي نص سنتي بس كده فوق الرز، وبقى كده مظبوط. حسب الرز اللي موجود عندك بقى. على نار عالية، اول ما يبدأ في الغليان هبدأ ان انا اهدي النار خالص، النار شامعة خالص. اهدى النار موجودة عندك لحد ما يتشرب ويستوي تمام. وزي ما انتوا شايفين كل حبة سايبة التانية، لونه تحفة، مش معجن ابدا، وطعمه وريحته بجد جنان. لازم تجربوه يا بنات. انا في اليوم ده كنت عاملاه جنب تشيكن ستريبس، ممكن تعملوه جنب اي حاجة. ممكن تعملوه جنب اي لحوم مشوية، او حتى كانت لحوم في شوربة، جنب الطواجن، جنب الكبدة. يعني في كل الاكل هتلاقوه موجود. وساعات كمان يا بنات بعمله لو انا مثلا عايزه اعمل اكل خفيف كده، احمر بطاطس واسلق بيض مثلا، بعمل وصفة الرز دي. انا متأكدة لو انتوا جربتوها مرة هتعملوها كتير. ووصفة التشيكن ستريبس دي موجودة على القناة، اذا كنتم حابين تشوفوه قولولي في الكومنتات، او ادخلوا على قناتي هتلاقوا الفيديو موجود. اتمنى السعادة والتوفيق للجميع.